طنط بعد اذنك بس تعرفيش بوابه اطلع منها من هنا عشان تايهه. طيب بصي انت ممكن تمشي كده وتطلعي من هناك. من انهي بوابه؟ امشي بس خطوتين قدام وخدي يمين. تمام ماشي، خلي بالك بس ان الفلوس اللي جنبك عشان ما تقعش. دي بس مين؟ دي مش بتاعتي اصلا. بجد؟ دي بتاعت مين؟ مش عارفه، انا لقيتها جنبك بحسبها بتاعتك. خلاص وريني كده. لا طب بصي هي دي امانه فخليها. طيب ما هنشوفهم كام بس وبتوع مين؟ هما بتوعك؟ لا انا ما اعرفش بتوع مين بس دول امانه. طب نقسمهم سوا عادي. لا يا حبيبتي معلش. ما احنا ممكن نطلع منهم على فكره يعني لا خير لا بتاع. دي امانه وهسيبها معايا لحد ما صاحبها يجي. طب افرضي صاحبها ما جاش، هتفضلي قاعده مستنياه ولا هتاخديهم ليكي؟ لا مش هاخدهم اكيد بس هيطلعوا. هتفضلي قاعده مستنيه صاحبهم؟ انا قاعده شويه. تمام ماشي. باي باي. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام. ربنا يسترها معاك، ربنا ما يوقف لك في اي حد يا بنتي. مالك يا حاج فين؟ انا بنتي عامل لها اشعه في المخ. بص يا بنتي عندها ورم الخميس، شايفه الاشعاعات عامله ازاي؟ والله العظيم عامل لها تحاليل وصارف عليها والله العظيم كذا اشعه اهو. لا اله الا الله. اساعدك ازاي؟ اديني 200 جنيه بس اجيب لها الدواء. يسترها معاك يا ربنا. 200 جنيه بس عشان خاطر ربنا. طب بص انا مش معايا 200 جنيه يا بنتي ما انت معاكي فلوس كتير اهو. بص هو تقريبا كل اللي معايا هيكون حوالي 100 جنيه ولا حاجه. يا ابله انت معاكي فلوس اهو يدوبك انا ثواب. معايا 100 جنيه. والله العظيم انا لو معايا فلوس والله. دي امانه يا حاج والله. دي امانه ومش بتاعتي. انا بنتي محتاجه والله. صدقني مش بتاعتي يا حاج. لو بتاعتي هديها لك. سامحني معلش خد ال 50 دي. طب هي ال 50 تعمل ايه؟ ال 50 تعمل ايه؟ انا همشي بال 50 دي. ما انت معاكي فلوس تانية اهو. دي مش بتاعتي صدقني مش والله بتاعتي. العظيم بصي التقرير والله العظيم يا بنتي بصي. والله مصدقاك يا حاج. والله تعبان والله مصدقك. والله عندها سرطان ربنا ما يكتبها عليكي. والله مصدقك يا حاج معلش. ربنا يديك الصحة ويرزقك في دي. أقول لك خد الثانية كمان أنا هتصرف. ربنا يسترها معاك، ربنا يخليكي يا ربنا بنتي. يصلح حالك يا حاج. ربنا يشفيها لك. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك بصي كده عشان في كاميرا بتصور. كان في حد جالك من شويه كده كان محتاج علاج صح؟ فعلا. وكان في بنت جات لك قالت لك خلي بالك الفلوس اللي جنبك دي لحد ياخدها. ايوه حصل. طيب الفلوس دي بتاعتنا واحنا بنصور برنامج اسمه الخير لاهل الخير، ودي كانت تجربه اجتماعيه بنشوف امانه المصريين فيها، وحضرتك انت شخص كويس وشخص امين. دي كلها كانت تجربه اجتماعيه، والفلوس دي تبعنا، بس الفلوس دي هديه مننا ليكي عشان خاطر امانتك دي. اتفضلي. انا مش مصدقه. بس انت ليه بقى ما خدتيش الفلوس دي او ما قررتيش ان انت تسيبها لاي حد؟ دي مش بتاعتي ودي امانه بالنسبه لي. يعني انا اساسا صدمانه من ساعتها ومتاخره وعايزه امشي ومش عارفه امشي. طب لو انت ما كنتيش لقيت صاحبها كنت هتعملي ايه؟ مش عارفه بس انا كنت عماله افكر ان اطلعها في الخير او اي حاجه من دي او اديها جامع عامه يعني في الخير. ليه ما رضيتيش ان انت تساعدي الحاج ده مع انه في ظرف طارئ وبنته تعبانه واديتي له من معاكي وما رضيتيش تدي لهم الفلوس دي؟ انا قلت ممكن صاحبها يرجع فتبقى دي امانه لحد ما اتاكد ان صاحبها مش راجع. موافقه ننزل الحلقه؟ موافقه. طيب بصي للكاميرا. متشكره لحضرتك جدا. انا فرحانه بجد. بصي للكاميرا واعملي وور. دي أمانة وهسيبها معايا لحد ما صاحبها. بتاعتي يا حاج. لو بتاعتي هديها لك. سامحني معلش خد ال 50 دي. دي مش